السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طبق تقليدي مغربي اصيل. غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الكرعين بطريقه سهله وبجميع تفاصيل التحضير. صدقوني ألذ منهم ما كاينش، تيجيو معلكين ومعسلين وبنان على حقهم وطريقهم. وبالنسبه للمقادير غادي نحتاجو الكرعين والحمص والبصلة والقمح والزبيب والثومة وزيت الزيتون وباقي التوابل غادي تشاهدوهم معايا من خلال الفيديو. وبسم الله على بركة الله. في طنجرة الضغط الكوكوط غادي نديرو الكرعين مقطعين بحال هكا، واحد كراعة كبير او جوج متوسطين، المهم كل واحد كيدير على حسب افراد الاسره ديالو. وغادي نضيفو ليهم زلافه عامره ديال الحمص يكون مرقد من قبل بليله، وغادي نزيدو عليهم واحد البصله كبيره مشلده رقيقه او جوج بصلات متوسطين، وغادي نضيفو عليهم راس كامل ديال الثومه مقشره. وصافي دابا غادي نديرو التوابل، معلقه صغيره ديال البزار ومعلقه كبيره ديال السكينجبير الزنجبيل ومعلقه كبيره ديال الخرقوم الكركم ومعلقه كبيره ديال القزبر يابس وجوج معالق كبار ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الزعفران شعره والملحه حسب الذوق. وغادي نزيدو واحد كاس الا ربع ديال زيت الزيتون. وصافي هنا غادي نديرو الماء الكافي، القياس الماء اللي غادي يغطي ليا الكرعين من الفوق مزيان بحال هكا. وتنسدو الكوكوط ديالنا مزيان ونديروها على عافيه متوسطه، وغير تتبدا تصفر تنحسبوا ليها ساعه بالضبط. وما تنساوش تشتركوا في القناه، والى عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. وصافي دابا من بعد مرور ساعه تقريبا تنحلو عليهم الكوكوط، وها هما الكرعين ديالنا تيكونوا طابوا. ودابا قبل ما نعسلهم غادي ناخذ منهم شويه ديال المرق اللي غادي نطيبوا به القمح إبلي. تنديروا هذاك المرق في كاسرونه وتنضيفوا ليه شويه ديال إبلي وتنخليوه يطيب ويتشرب هذاك المرق على نار متوسطه. هو دغيا كيطيب، ولا ممكن تاخذوا توب ديال حياتي يكون جديد ومعقم وتديروا فيه إبلي بحال الكموسه وتديروه مع الكرعين يطيب في الطنجره. وصافي دابا غادي نضيفوا للكرعين ديالنا واحد معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيفوا الزبيب يكون مغسول مزيان ومرقد شويه من قبل. انا كنكثر شويه الزبيب، نتوما كديروا القياس ديالكم. وغادي نزيدوا واحد جوج معالق كبار ديال العسل او غير جوج طوبات ديال السكر. وصافي كنديروهم فوق البوطه على عافيه مهيله وكنخليهم يتشربوا ويتعسلوا على خاطرهم. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وصافي ها الكرعين ديالنا واجدين والمريقه ديالهم خاطره ومعسله. ودابا غادي نحطوهم في طبق التقديم، كتجي فيهم واحد البنه خطيره ما تشبعوش منها، معلكين ومعسلين. تنتمنى تعجبكم وصفه اليوم وتجربوها وبصحه والراحه.